الفرق بين الراجل والست اول ما بيسيبوا بعض بتلاقي الست بتنهار، بتجري عليه تقول له مالك، طب انا عملت ايه، طب نصلح العلاقه. بيكبر لها، بتزعل، يوم اتنين تلاته اسبوع الدنيا بتسود في عينيها، روتين حياتها اليومي ما بتعرفش تعمله، مفيش اي حاجه بتقدر تبسطها، الدنيا كلها وقفت عند الشخص ده. في الوقت ده هو بيبقى حاسس انه اتخلص من عبء تقيل كان على قلبه، يقدر يخرج، بيروح بيجي، محدش بيقول له انت فين، بتعمل ايه، تيجي منين. بعد شويه وقت هي تبدا تموف اون، ترجع لحياتها الطبيعيه، هتحس ان هي ناسيه نفسها، ناسيه حياتها، دخلت في علاقه ما كانتش متكافئه، ما كانش الحد ده يستاهلها، ما قدرش زعلها ولا وجعها ولا لف ويبص وراه يشوف الحد اللي سابه ده يا ترى عامل ايه من غيره. في الوقت ده هو بيبدا ياخد خطوه لورا كده ويرجع يفكر، يقول فين الحد اللي كان بيسال عليا، فين السؤال بتاع اخر اليوم، فين الحد اللي كان بيخاف عليا وحاسس ان هو حد حقيقي في حياتي. بيبدا يفكر كده ويسال نفسه هي ما جريتش ورايا ليه، وبعدين يبدا يسال نفسه السؤال يا ترى طب يا ترى نسيتني، ما بقتش فارق معاها. بيرجع كده ياخد خطوه ويزعل ويحس كل الاحاسيس اللي كانت متاجله عنده. وده الفرق بين الراجل والست في المشاعر. الست بتاخد اول شهر عذاب، فعلا مش قادره تبعد عن الحد اللي اتعودت عليه. بيعدي اول وقت الشهر الاولاني في العلاقه، بعد انتهاء العلاقه الست دي بتفضل او البنت دي بتفضل فعلا متعذبه، حاسه ان الراجل ده مشي من حياتها وهي مش عارفه تعمل ايه. روتين حياتها اليومي، تعود اللي اتعودته عليه، الحد ده مره واحده بخ. بعد الشهر تبدا تعمل موف اون، تبدا تسترد نفسها، بترجع تشوف الحياه بالالوان الوردي، بلاش الشاشه السوداء. الراجل بقى بالعكس تماما، اول شهر بيبقى اسعد شهر في حياته، اتحلت من عليه، مفيش السؤال، مفيش النكد، مفيش الزعل، مفيش كل الحاجات السلبيه اللي بيشوفها في العلاقه بالبنت اللي بيحبها او البنت اللي مرتبط بيها. بعد الشهر الاولاني هي بتبدا تفوق لنفسها وهو بيبدا يحن، هي تبدا تمشي في حياتها خطوات وهو يبدا يرجع تاني يدور عليها يا ترى فين، يدخل كل استوريهاتها، يحاول يوصل لها ويوصل لاخبارها من صحباتها، من الناس الدايره بتاعتهم. بعد كده اللي بيحصل، الست بتزعل في اول العلاقه، بس بعد كده الراجل بيحزن عمره كله انه فرط في واحده كان بتحبه. وده ليه معنى واحد، ان البنت او الست في اول العلاقه، اول انتهاء العلاقه بتزعل وتحزن على الراجل جدا من قلبها، بس بعد كده الراجل هو اللي بيحزن على كانت شارياه وباقي عليه، حد حقيقي في حياته، حد كان سند، حد ممكن يقعد عمره كله يدور على ربعها مش هيلاقي حد شبهها، هيفضل يدور على اشباهها في ناس كتير مش هيلاقي. حافظوا على الناس اللي بتحبوهم قبل فوات الاوان، حاولوا تصلحوا العلاقات، ما تسيبش النار لما تحرق العلاقه. سيرين العمري.